مساكم الله بالخير ويا حيا بمشاهدين شاشة كل العرب MBC اللي عودتكم دايما انها تقدم فقط الجديد والمتميز، وبرنامجنا هو نوع جديد من البرامج في العالم العربي. اهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامج لو. لو شرطية بين الممكن واللا ممكن، لو فرضية ممكن تصير أو ما تصير، وبين الممكن واللا ممكن برنامجنا أكيد حقيقي على شاشة الMBC، وهو يوضع ضيوفنا بفرضية تكشف شخصيتهم وأسلوب تفكيرهم وكيفية تصرفهم فيما لو. ضيوفنا راح يكونوا أبطال قصة ممكن تحصل في الواقع، وهم اللي راح يرسموا مسارها ويحددوا حبكتها ويحسموا نهايتها. ضيف اليوم من لو صوت ممتلئ بالشجن والقوة، شكلت انطلاقتها عودة مدوية لعراق الفن، عراق السلام. صاحبة الصوت اليوم ترسم نجاحاتها بكثير من الحرص على التميز أكيد والاستمرارية في عالم المنافسة الصعبة. رحبوا معي بضيفتي شذا حسون. شذاوية ضيوف اليوم، شذاوية. كيف أخبارك؟ تمام؟ زينة الله يسلمك. أما ضيفنا ممثل له سحر خاص، قادر على جذب الجمهور للتمتع بموهبته وخياراته التمثيلية حضورا وأداء ودورا. من الشام زينة رجالها وبطل مسلسلاتها، رحبوا وياي بقصي الخولي. خلصنا تصفيق كمان من قصي، من مشجعين ومحبين قصي. حبيبي بالعكس لكم انتم الاثنين مشرفين. الله يسلمك. خلينا الحين نبدا ببطاقتكم التعريفيه قبل ما ندخل في قصتكم وايش شخصياتكم. حنبدا بقصي خولي، الاسم بالكامل. قصي عميد خولي. مكان الولاده؟ دمشق. مزه. مزه. ومكان الاقامه؟ مكان الإقامة مشروع دمر. يا أخي ثاني مرة أسألك هالسؤال. في كنف الوالدين. أيوة إن شاء الله دائما يا رب. حسألك سؤال دائما أسأله لك وتجاوب نفس الإجابة، الوضع الاجتماعي. متزوج 4 مرات. مش هغير لك الجواب. تغيير. عازب. طيب ممتاز. الحين بطاقة تعريف شذا، الاسم الأصلي والكامل. شذا حسون. لا بدك تعطينا اسم زيادة. شذا أمجد. شذا أمجد ناصر حسون. ما تخليني أنا أعطي معلومات زيادة. ومكان الولادة؟ الدار البيضاء المغرب. ومكان الإقامة الحالي؟ بيروت ودبي. والوضع الاجتماعي؟ تزوجي 4 مرات. عزباء. طيب الحين رح نبدأ نتعرف على قصتكم في القصة أو شخصياتكم. في حال ظهر أي تشابه بينكم وبين شخصيات اللي في القصة، هو تشابه أبدا غير مقصود. يلا مستعدين؟ يلا. سوزان، أنتِ بنت جميلة متواضعة جدا وصبورة، ما بتتسرعي أبدا في اتخاذ القرارات، ويتهموك دائما ببرودة الأعصاب. صار اسمك سوزان. تشبهك شوية الشخصية برودة أعصاب وكذا ولا لا؟ مرات، مو دائما برودة أعصاب. بتتسرع في اتخاذ القرارات؟ لا يعني ما بتشبهك كثير. لا. طيب الحين نشوف قصي خولي مين حيكون في القصة. جمال طباعة قاسية وحادة ومتسرع في اتخاذ القرارات وتنفيذها. برجو الحمل جمال أكيد. لا والله لأن هو هيك طبعك مش قاسية أنت قصي، كلنا لا مو قاسية أبدا، أحيانا متسرع شوي. الحين أنا ودي أعرف أنتم مين حتكونوا البعض بالقصة، إيش صلة القرابة؟ أنتم حابين تعرفوا؟ طيب خلونا، بس مش حقول لكم الحين، بعد الفاصل انتظرونا.